هذا الشهر شهر الصدقة، شهر النفقة، شهر العطاء، شهر البذل. ابن عباس رضي الله عنهما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن، فكان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. أليس هو القدوة صلى الله عليه وسلم؟ هو قدوتنا. هذا الشهر شهر العطاء، شهر البذل، ليس شهر الكسل كما يظن الكثيرون، شهر النوم، لا، شهر الطاعة، شهر البذل، شهر العبادة، شهر القيام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم. تذكر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معه. شهر القيام، شهر الصلاة، شهر الجد، شهر الاجتهاد. بدر في رمضان، فتح مكة في رمضان، شهر التشمير عن ساعد الطاعة والبذل في سبيل الله تبارك وتعالى. هكذا تجب أن تكون نظرتنا لهذا الشهر الكريم، شهر رمضان، هذا الشهر الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم والذي فضله الله جل وعلا على سائر الشهور سبحانه وتعالى، إذ خصه بليلة القدر وأنزل فيه القرآن وصفد فيه مردة الشياطين وفتح فيه أبواب الجنان وغلق فيه أبواب النيران.